وقبل ما نكمل الحكاية ما تنسوش بقى الاشتراك معايا عشان نكمل حوادثنا. ويلا نكمل حكايتنا بتاعت ليان صاحبتنا. ومع تكملة الحكاية، هو انتوا كنتوا وقفتوا لغاية فين معايا؟ افتكرت. مشيت ليان جوه النفق، والغريبة انها ما كانتش خايفة، خطوة ورا خطوة وبتطمن زيادة لحد ما وصلت لآخر النفق. عارفين لقيت ايه؟ مش هتصدقوا، نور سلطة غامض المكان كله. اصله نور مدينة الكريستال. والله مدينة الكريستال اللي كانت تحت المية، فاكرينها؟ المدينة رجعت تلمع تاني، والملك أروين كان واقف على الحدود مستنيها. أصله كان قلقان عليها، بس كان واثق إنها هترجع تاني عشان قلبها الطيب. والملكة كانت واقفة ورا الملك أروين، والمدينة كلها كانوا كلهم مستنيينها. أصل خلاص الكريستال اللي اتطفى رجع يلمع تاني، ما هزمت الظل الأسود الشرير. وكانت كل حاجة فرحانة حواليها، الأسماك وأصحاب المدينة، مدينة الكريستال. والست الشريرة اللي كانت عمالة تخوفها اختفت من كتر النور. البحر رجع مليان حياة، والسلام رجع من جديد. مسكت ليان ايد القائد وقالت له النور عمره ما هيضيع، حتى لو الضباب كان مغطيه، النور دايما هيفضل نور. وبس كده كفاية كده بقى. خلصت الحكاية، حكاية ليان واللؤلؤة الزرقاء اللي دايما البحر كان عامل لها مفاجأة. وعلى فكرة دي مجرد البداية لحكايات كتير معايا.